أغرب قصة ما بين بومة وكلب. القصة دي بدأت لما الست اللي في الصورة قدامكم دي قررت إن هي تتبنى مجموعة من الطيور عندها في البيت، وكان من ضمن الطيور دي بومة، وجت في مرة وراحت باضت. الغريب إن البيت كله كان فائس في ميعاده ما عدا بيضة واحدة هي اللي اتأخرت حوالي 4 أيام. وبعد ما البومة الصغيرة كانت خرجت منها كانت صحتها ضعيفة جدا، الأم مش بتراعيها وإخواتها كانوا بعاد عنها وكانوا مستغربين منها جدا. وساعتها قام بتربية البومة الصغيرة دي الست صاحبة المنزل. طبعا اتربت وحيدة وطول الوقت كانت عايشة في عزلة باعتبار إن الطيور التانية ما كانوش يعرفوها، واللي أخد باله من السيناريو ده كله هو الكلب بتاع صاحبة المنزل. وساعتها قرر ان هو لازم يعطف على البومة الصغيرة ويكون صديقها الجديد. صحيح هو مش من نفس الفصيلة، لكن سبحان الله ما كانوش بيقدروا يبعدوا عن بعض ابدا، وكان في حب شديد ما بينهم لدرجة ان الكلب في الشتاء كان بيقرب من البومة الصغيرة علشان يدفيها بالشعر بتاعه، ويعني يعوضها عن الحنية اللي هي فقدتها من الام لما كانت صغيرة. طبعا اللي اخد باله من الصداقة دي هي الست صاحبة المنزل، وساعتها فكرت ان هي تاخد لهم صور كتير باعتبار ان هي عايزة توثق الصداقة ما بين البومة والكلب، واللي في نفس الوقت كانت غريبة. وبكده يكون الفيديو انتهى. لو عجبك شجعني بلايك واشترك في القناة لو انت لسه جديد.